السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا نعمل حاجة حلوة كده، حاجة حلوة كده في وقت الشتاء كده هتعجبكم. جبنا 3 كوبايات من اللبن ونزلنا عليهم ب3 معالق من السكر، وطبعا ده كاستر. عندك نشا حطي، انا عشان عندي كاستر وكمان ميزت الكاستر ان هو بيدي لون فاتح، اللون غير اللون النشا كده بيبقى ليه لون، فعشان كده حبيت ان انا احط كاستر. 3 معالق برضو من الكاستر، يبقى انا حطيت 3 معالق من اللبن، 3 معالق من السكر، و3 معالق من الكاستر. هقلبهم تقليبه كويسه جدا. وكده بقى ايه، حطيتهم على النار. لما القوام معايا تقيل وانا بقلب بالمضرب، القوام معايا يبقى قوام كريمي كده، مش قوام تقيل ولا قوام خفيف. هتشوفوا دلوقتي القوام. جبت كوبايات بقى، بولات، اي حاجه عندك حطي فيها. جبت كوبايات، نص الكوبايه كده، هحط نص الكوبايه. بصوا يعني الحاجه اللي انا عاملاها دي يعني هي من الفاكهه، بس صراحه حلوه قوي في الشتاء وفي الصيف برضو، بتطري على القلب كده. حاجه يعني ايه، حاجه مسكره كده، تاخديها تقدميها، تقدميها لولادك، تقدميها لضيف جايلك. صراحه يعني حاجه شكلها قيم وطعمها خطير. طبعا كان عندي رمان وموز وتفاح، من كل حاجه كده خدت قطعه 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 قطعه. فصصت بقى الرمان وعليه بقى التفاح قطع صغيره، وعليه برضو الموز. طبعا اي فاكهه عندك حطيها حتى لو نوع واحد يعني، بس انا يعني اللي عندك حطيه. طبعا قلبت جميع الفاكهه دي في قلب بعضها كده اهي، وهركنها بقى على جنب. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه الطبقه ايه التانية. معايا هنا 3 برتقانات، برتقان بسرعه، مش هقول لكم برتقان بلدي ولا كده، البرتقان اللي عندك بلدي حطي وضيفي له سكر. انا عندي بسرعه فعصرتهم كده. 3 برتقانات، دول 3 وحطيت واحده 4 اهو. وهنزل بقى ايه، طبعا المهم ان انتي سواء 3 برتقانات 4 برتقانات 5 برتقانات، المهم ان انا عايزه منك شايفين الكوبايه دي، حجم الكوبايه المعياريه دي، عايزاها ايه، برتقان اهو. هما كوبايتين بالظبط، هما كوبايتين مليانين برتقان، عصير برتقان. اعصريه بقى بالعصاره كده، عايزه تضربيه في الخلاط اضربيه. وهنزل عليهم بقى بسكر برضو، عشان برضو انتوا عارفين البرتقال بسرعه برضو حادق شويه. 3 معالق من السكر، ومعايا بقى كريم كراميل. هاخد البودر بتاعه اهو، كيس واحد بس من كريم الكراميل، وهدوقه كده برضو على البارد، كل ده على البارد، واطلع بيه برضو على النار. دي الطبقه التانيه خطيره يا جماعه. بصوا بقى لما القوام ده بيتمزج مع ده تحفه والله العظيم، جربوها تعجبكم قوي. اهي انا بعملها بقى في الصيف في الشتاء، خطيره، ما بتاخدش وقت، في ثواني تكوني عامله احلى حلو لولادك. طبعا هنا بقى بصوا الكوبايات كانت اتمسكت بردت، مش حطيتها في التلاجة، كانت بردت عشان احط بقى ايه طبقه الفاكهه ايه فوق الوش اهو. هرص بقى الفاكهه كده فوق الوش. متنسوش بقى الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. طبعا رصيت بقى الكوبايات كلها، ونزلت بقى باللي انا لسه عاملاه اللي هو العصير على الكريم كراميل، اللي هي الطبقه الثالثه اهي. بدخلها بقى على رف التلاجة، هتقعد لها ساعه بالظبط، الجو ساقعه. ممكن تسيبيها بره برضو وهي هتمسك، بس انا حطيتها بقى في التلاجة عشان اصور كده وارجع لكم اوريكم المنظر والجمال والحلاوه. شايفين شكله من قبل ما يبرد خطير. بدخله بقى التلاجة وارجع اوريكم. شايفين الشكل بقى بعد ما طلع من التلاجة، بجد خطير 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 خطير. شكلها، طعمها، الطبقة الأولى مع الطبقة التانية مع الفاكهة، طعمها خطير. بصوا ما بتتقلبش، خطيرة. بتطلعي الطبقة اللي تحت كريمية مع اللي فوق مع الفاكهة، طعمها خطير خطير خطير. حتى بقى لتاني يوم اصور لكم الفيديو ده. الفيديو ده بقى له يومين او 3 ايام عندي على التليفون. تاني يوم متبقى منه. صراحة كان طعمه خطير، احسن ما كان معمول اول يوم، والله العظيم خطير 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 اهو. بصوا يعني حاجة كده، كمان كان عايز يسقع شوية كمان عشان القوام يبقى ماسك معاكي اكتر. انا ما كملتش نص ساعة وطلعته عشان اصور يوميها، وقلت انزله بس حصل ظروف ما نزلتوش.
طبعا كده الفيديو انتهى، متنسوش بقى الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على ليك يا حبيبي يا رسول الله.